ازاي دوما بعد ما كان شيطان عادي كده بقى شيطان قوي جدا لدرجة انه بقى من الاقمار العلوية الرتبة التانية. الطبيعي يا مان ان الشياطين عشان تقوى محتاجة تاكل بني ادمين عشان قوتها تزيد. بس ايه بقى السر اللي عمله دوما مختلف عن بقية الشياطين عشان يبقى قوي كده؟ الزيادة الرهيبة دي ما حصلتش غير لما دوما ابتدت تبقى كل ضحاياه من السيدات. وبالرغم انه مش واضح لا في الانمي ولا حتى في المانجا ايه هو السر ورا اشمعنى السيدات، في بعض الشياطين التانية زي داكي وكمان السواب ديمن كانوا بيتغذوا وبيستهدفوا باستمرار السيدات برضو. واه، السر كده يا مان غالبا شكله ان السيدات بيبقى دمهم انقى، غير كمان ان السيدات بتبقى جميلة اكتر بطبعها. هل كنت اوريدي عارف الحوار ده ولا ما كنتش عارف واتصدمت؟ ولو مهتم تعرف كل الجديد والاخبار والمواضيع الغريبة اللي خاصة بالانمي، تابعني بقى ولايك وفولو واستنى اللي جاي.